السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نيوز نتورك دي زاد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عن توجه جديد لفرنسا في إفريقيا، وقال: يجب أن نبني علاقات جديدة متوازنة ومسؤولة مع القارة الإفريقية. وأعلن أن العهد القديم انتهى وبدأ عهد جديد في إفريقيا. طار إيمانويل ماكرون إلى كل من الغابون، ثم أنغولا، ثم الكونغو، وبعدها الكونغو الديمقراطية. ويا ليته لم يذهب إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لم يكن مرحبا به في المحطة الأخيرة، فقد تظاهر الكونغوليون ورفعوا صور بوتين وأعلام روسيا بسبب دعم فرنسا لرواندا المجاورة للكونغو الديمقراطية في الصراع الأخير بينهما. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فقد قام رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس شيسيكيدي حيث قام بإهانة ماكرون وفرنسا أمام جميع الصحافة الفرنسية والكونغولية بعد سؤاله عن ظروف إجراء انتخابات أوروبية في إفريقيا بوصفها توافقات إفريقية. ويا ليتهم لم يسألوه، لأن إجابته كانت ضربة نووية، حيث قال: عندما تكون هناك مخالفات في الانتخابات الأمريكية لا نقول توافقات على الطريقة الأمريكية. وعندما كانت فضيحة فرنسية في عهد جاك شيراك قبل سنوات وسجلت أصوات بأسماء موتى، لم نتحدث عن توافقات على الطريقة الفرنسية. أعتقد أنه يجب أن يسود الاحترام في نظرتنا لبعضنا البعض. انظروا إلينا بطريقة مختلفة فيها احتراما لنا، واعتبرونا شركاء حقيقيين. لا تنظروا إلينا نظرة أبوية مع فكرة أنكم تعرفون دائما ما يصلح لنا.